دي مكرونة بالسجق متقلبة في نوعين صوص ومعمولة في طاجن في الفرن، رهيبة. جاتلي فكرتها لما حد سألني ازاي اقطع السجق من غير ما يتفرفت مني، واسهل طريقة واللي انا بعمله على طول هو اني بجمده نص تجميدة بس كده، بعدين بقطعه بسكينة مسنونة كويس كده، تقطيعه هيبقى اسهل والقطعة نفسها هتبقى مظبوطة جدا في السجق من الناحيتين. عشان استخدم بقى السجق ده في الطاجن بتاعي، الاول شوحته في طاسة كبيرة على نار متوسطة. عادة السجق بيبقى فيه دهون كتير وممكن ما تحتاجوش تحطوا معاه زيت وانتوا بتشوحوه. لما بقى نص سوا بس كده شلته من الطاسة، مش هسويه بالكامل دلوقتي. قبلها كنت مقطع فلفل الوان وبصل قطع صغيرة خالص كده، بس ممكن تقطعوهم جوليان او قطع كبيرة لو عايزين تحسوا بطعمهم اكتر. حطيت البصل والفلفل ده في الدهون اللي نزلت من السجق وقلبتهم دقايق لحد ما بدأوا يتبلوا بس قبل ما يتحمروا. هنا هرست عليهم 3 فصوص توم وقلبتهم ثواني بس، بعدين حطيت معلقتين كبار مليانين على الاخر معجون طماطم، وعشان كالعادة بحبه حراق حطيت معلقة كبيرة هريسة شطة، دي طبعا اختياري. بحب اسوي معجون الطماطم دقيقة كده في الطاسة عشان ريحته وطعمه يتركزوا اكتر. بعد ما عملت كده حطيت عليهم كوباية عصير طماطم متصفية وقلبت شوية، بعدين حطيت السجق. هتلاحظوا اني لحد دلوقتي ما حطيتش ملح خالص، ده عشان السجق متبل وعادة بيبقى فيه ملح، وانا كمان لسه هستخدم مكونات تانية برضو فيها ملح، فهظبط الملح في الاخر خالص احسن، هقول لكم امتى بالظبط. سبت السجق دلوقتي يكمل سواه في الصلصة دي، غطيت الطاسة وهديت النار على الآخر وسبتهم يغلوا على نار هادية. وهما بيغلوا ممكن تستغلوا الوقت ده في انكم تعملوا الوايت صوص اللي هيتحط عليه. بدأت بمعلقتين كبار زبدة سيحتهم على نار هادية، وعليهم حطيت معلقتين كبار دقيق. قلبت الدقيق في الزبدة لحد ما داب كده، بعدين حطيت كوبايتين لبن اللي هو حليب للي مش من مصر، بس حطيتهم نص كوباية نص كوباية، وكنت بدوبهم كويس قبل ما احط الباقي. عايز القوام يبقى خفيف خالص كده عشان هتقله بحاجات تانية. وكل التوابل اللي هحطها هي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، برضو ما حطيتش اي ملح. وهتقل الصوص ده من نص كوباية لكوباية جبنة موتزاريلا، وهتقله اكتر كمان وهديله طعم الملح بدي جبنة رومي مصري مبشورة، والاحسن تكون قديمة عشان طعمها يبقى قوي. قلبت الصوص لحد ما الجبنة ساحت ووصلت للقوام اللي انا عايزه، بعدين شلته من على النار. وقبل كل ده انا كنت سلقت مكرونة بس خليتها الدنتي، اللي هي قبل ما تستوي بالكامل بشوية، بتبقى مستوية بس لسه فيها زي ما بيقولوا كده عضة، ده عشان هسيبها تكمل سوا مع بقية المكونات. رجعت بقى للسجق اللي كنت سايبه يغلي في الصلصة، حطيت عليه الوايت صوص والمكرونة. عشان كنت عاملها من الأول خالص كانت مسكت في بعضها كده، بس عادي هتفك لما تتسخن في الصوص. قلبت كل ده كويس في بعضه، وهنا بقى دقت عشان أشوف محتاجة ملح ولا لأ، وزودت الملح اللي أنا عايزه وكملت تقليب. شكلها وريحتها دلوقتي بيبقوا تحفة، لو انتوا جعانين مش هتقاوموا، بس عشان النهاردة الفري فما اكتفتش بكده. نقلت المكرونة والسجق والصوص ده في طاجن كبير، وغطيت الطاجن ده بجبنة موتزاريلا وبشرت جبنة رومي تاني فوقيه هتديله طعم ولون أحلى كمان. دخلت الطاجن ده فرن كان متسخن على درجة حرارة 200 وشغال من فوق ومن تحت، أو ممكن تشغلوه من تحت لحد ما الجبنة تسيح خالص، بعد كده تشغلوه من فوق. طلعته من الفرن لما الوش اللي من فوق اتحمر وبقى لونه رهيب كده. طبقة الجبنة اللي من فوق بتديله شدة لذيذة، والصوصين اللي على بعض من جوه طعمهم بيبقى رهيب مع المكرونة والسجق. وعلى فكرة مش لازم تعملوا الطاجن ده بالسجق، ممكن بأي نوع لحوم تاني بس تكون مستوية كويس المهم، أو حتى تعملوها مكرونة سادة بس كده بالجبنة، كلوها زي ما تحبوا. وكالعادة لو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.